عسلامتكم الناس الكل، مرحبا مرحبا. اليوم دبارتنا حاجة تونسية، حاجة بنينة كالعادة، وربي لا يقطع لنا عادة ان شاء الله. ببعضنا باش نعملوا الهرقمة. دونك خذيت 4 طريفات باش نعمل لنا صحين مش برشا، وخذيت معاهم 4 طريفات من الهرقمة، قراينين ولا 3 فلفل، ذي الطعمة هكا توزويزة لازم منها. خذيت زيادة شوية حمص، بالنسبة للحمص نجم تبدلوه باللوبيا. عندي شوية ثوم 3 سنينات، وعندي كعيبة بصل كيف قصيتها. دونك خذيت لهنا الكوكوط نتاعي، حطيت فيها شويه زيت. الزيت باش نحط عليه البصل والثوم، نحاول نخلي البصل والثوم يتقلب الكدا. نحط لهنا مغرفة طماطم معجونة كيف نكمل عليها طريفات الهرقمة، نقليهم الكل مع بعضهم. وفحاتها سهلين مهلين، مش باش نحطوا برشا حاجات الحقيقة. باش نحط عليهم لهنا شوية تابل وكروية، شوية كركم، وشوية ملح، حاجة هكا تعطي طعمة وتوزويزة بنينة. الفلفل الأحمر هذا المهروش، وهو الفلفل المقلي في الزيت، يعني تسمية برشا ولكن عبارة على هروس شايح هو. ولا كركم، المغرفة هذيك الفلفل الأحمر المهروش، ومعاه شوية تابل وكروية، وما ننساوش الملح كيف تقلية صغيرة ونمرقم بالماء سخون. ونغطي عليها الكوكوطة في عقلها. بالنسبة للحمص راهو طيب أنا من قبل، يعني عبارة طيب ما نمشي نحطه أنا توا المرة الأولى، كان ما يطيب الهرقمة. لهنا تقريبا طابت الهرقمة نتاعي، حضرت. توا باش نرمي الحمص دقيقة دقيقتين الماكسيموم، مع قرينين الفلفل كيف نرميهم، وتكون الهرقمة نتاعنا حاضرة. ولا سهلة مهلة. وهذه هي الهرقمة متاعنا، وهذه هي دبارتنا اليوم، وهذا هو الطبق متاعنا اليوم، الهرقمة بالحمص. دونك حاجة بنينة وحاجة تونسية تعمل الكيف. نقولكم بالشفاء، في فيديو آخر كان عشنا إن شاء الله.